في أفريقيا العجيبة عادات أغرب من الخيال وتقاليد وحشية كسرت كل قوانين الطبيعة والإنسانية. ما بين قبيلة الولد عند البلوغ لازم يقتل أسد ويتجوز لحد 70 امرأة، لقبيلة بتتغذى على الدم وبتعتبر إن الزوجة لما تدس السم لجوزها في الأكل من علامات الحب والولاء، والبصق على العروسين في الزفاف من علامات الرضا عن الجوازة، لقبيلة فيها صاحب أكبر بطن هو الزعيم المحبوب والأجمل للنساء. خليك معايا للآخر وتعرف القصة كاملة. في مجاهل أفريقيا الغريبة بتعيش قبائل رفضت التكنولوجيا ورفضت تتخلى عن عاداتها من آلاف السنين، والنهاردة هنتعرف على أغرب عادات لأشرس القبائل الإفريقية وأكثرها بدائية. قبائل بتقيس كل حاجة بميزان غريب، عندهم التشوه جمال، وقانون القبيلة بيمشي زي السيف فوق رقبة الجميع مهما كان تمنه وألمه. يلا جهز قهوتك وخليك معايا وهتتفاجئ بحاجات غريبة مش هتصدقها. بدايتنا هتكون من كينيا وتنزانيا، من عند قبيلة المساي. المساي من أكتر القبائل شجاعة ووحشية، لدرجة إن الواحد منهم يقدر يهزم أسد لوحده، ودي مش مبالغة لأن دي حاجة أساسية في القبيلة. إن الولد عند البلوغ مش بياخد لقب محارب إلا لما يروح الغابة ويقتل أسد، وبيقال إن من كتر شجاعة رجال قبيلة المساي العرب زمان كانوا بيستعينوا بيهم في الفتوحات القريبة منهم. قبيلة المساي أو ممكن نقول شعب المساي لأن عددهم كبير بيوصل ل 300 ألف فرد، موجودين حاليا في كينيا وتنزانيا، وأشهر وأحب مكان ليهم موجود في أعالي وادي النيل حوالين بحيرة فيكتوريا. والمساي ما عندهمش دين معين زيهم زي قبائل كتير في أفريقيا، ولكنهم مؤمنين بمعتقد واحد بس، وهو إن بعد الموت مفيش آخرة. عشان كده بيعملوا في الميت بتاعهم واحدة من أبشع الحاجات اللي ممكن تسمع عنها في حياتك، وهقولك عليها بعد شوية. وعندهم اعتقاد إن في إله اسمه أنغاي وبيؤمنوا بيه. المساي فاكرين إن أنغاي هو اللي خلق العالم. أما تفاصيل يومهم العادي هو إنهم بيصحوا بدري من أكواخهم البدائية اللي عايشين فيها بشكل جماعي. رجال القبيلة بيلفوا الأكواخ بسياج من شوك الصمت للحماية من أي حيوانات مفترسة زي الأسود، بحكم إنهم تقريبا عايشين في البرية. ونساء القبيلة يوميا عندهم مهام معينة لازم يقوموا بيها، زي تنظيف الأكواخ وتوفير مياه الشرب وجمع الحطب وتربية الماشية، وأخيرا طبخ الطعام للأسرة. الرجال والشباب في القبيلة مسؤوليتهم الأولى والأهم هي الحماية، حمايتهم من أي خطر يهددهم خصوصا الحيوانات المفترسة. عشان كده تلاقي الشاب هناك أول مهارة بيتعلمها هي الصيد، عن طريق إنهم بيسيبوا الشباب شهور في الأدغال لحد ما يتعلموا إزاي يتغلبوا على الأسود. وزي ما قلنا في الأول، الشاب لازم يتغلب على أسد عشان يفوز بلقب محارب. لو وصلت معايا لحد هنا أحب أقولك إن اللي قلناه مش أغرب حاجة في شعب المساي. الأغرب من كده ممكن تشوفه في تقاليدهم الاجتماعية زي الزواج مثلا. من أغرب تقاليد الزواج عندهم إن الراجل بيتجوز عدد نساء كبير بيوصل ل70 واحدة عند الوصول لسن ال30. وفي يوم الجواز بيحصل حاجة غريبة جدا، يعني بدل ما يهادوا العرسان بهدايا ويحتفلوا بيهم، لا، دول بيبصقوا عليهم. ودي عندهم مش إهانة، ده رمز للبركة. شعب المساي عنده اعتقاد إن لو واحد بصق على واحد تاني أكنه بيديه جزء من طاقته. وعندهم أكتر من عادة أغرب من بعض، يعني مثلا بيعتمدوا على ضم البقر كوجبة أساسية في أكلهم، وخصوصا في المناسبات الخاصة زي مناسبة الزواج أو الختان. ولما حد يموت مش بيدفنوه لأنهم معتقدين إن الدفن مضر بالتربة، وكمان عندهم اعتقاد إن الموت هو النهاية المطلقة، وأي شخص بيموت كده رحلته انتهت للأبد. وده لأنهم مش بيؤمنوا بحاجة اسمها الحياة الآخرة. عشان كده بياخدوا جثة الميت ويلطخوها بدم الحيوانات ويسيبوها في الأدغال عشان تاكلها الحيوانات المفترسة. وبرغم كل العادات البشعة والبدائية اللي قلناها، إلى أن شعب الماساي بدأ مؤخرا يتكيف مع الحداثة بشكل نسبي،
وما بقاش يقدر يصطاد حيوانات برية بما فيها الأسود، لأن الحكومة التنزانية والكينية فرضوا عليهم قيود بخصوص الموضوع ده، لكنهم لسه محافظين على باقي عاداتهم عادي جدا. ولو فاكر إن قبيلة المساي أغرب القبائل، فحب أقولك إنك ما سمعتش قبل كده عن قبيلة المرسي، وهي واحدة من أخطر القبائل المعروفة بشراستها وسلوكها العدواني. قبيلة المرسي موجودة في جنوب غرب أثيوبيا عند نهر أومو، وهي قبيلة معزولة جدا عن العالم لأنها محاطة بالجبال من كل ناحية. أول عادات القبيلة الغريبة إنهم ما عندهمش حاجة اسمها فلوس بالظبط زي المساي، وبالمقابل عندهم نظام المؤايضة، وبالطريقة دي بيقدروا يبيعوا ويشتروا أي حاجة عن طريق الحيوانات ومنتجاتها. كمان شعب المرسي ممكن يكون قريب من شعب المساي في نظام التغذية، لأن قبيلة المرسي بيعيشوا على شرب دماء البقر المخلوط باللبن بشكل يومي، وده بيمثل اعتقاد سائد عندهم إن لما بيخلطوا اللبن بالدم كده بيبقى عندهم مشروب سحري بيمنحهم القوة عشان يبعد عنهم الأرواح الشريرة. وركز معايا لأن لسه هتتفاجئ أكتر، وهتعرف ده لما أكلمك عن تالت أغرب عادة بيعملها نساء قبيلة المرسي. العادة دي عبارة عن إن نساء القبيلة بيشقوا شفتهم السفلية بأداة حادة، وبيحطوا في الشق ده طبق مدور كبير قطره بيوصل ل15 سنتي من الخشب أو الفخار، وده بيعتبر طقس مميز عندهم بيتعمل في بيت البنت. والأغرب إنهم مش بيعتبروا إن دي جلسة تشويه، لأ دي عادة من أهم عادات النساء في القبيلة للتزيين وعلامة من علامات الجمال هناك. والأغرب إن كل ما حجم الطبق المتدلي من شفات البنت كبر تبقى البنت أجمل في عيون شباب القبيلة، وبيكبر مهرها من البقر والماشية. والعادة دي بتسبب ألم فظيع للنساء، ومش بس كده، ده كمان بيكسروا أسنانهم الأمامية بأدوات حادة وحجارة عشان يتفادوا الاحتكاك بين الأسنان والطبق. وواحدة من أغرب عادات قبيلة المرسي هي إن الزوجة بتقوم بدس السم لجوزها في الأكل بطريقة ما تموتوش، عشان كده الزوج بيتعامل مع الطقس ده على إنه علامة من علامات حب الزوجة ليه. وفي اعتقاد سائد في القبيلة إن النساء هم كاهنات الموت. وننتقل لتالت أغرب قبيلة ممكن تسمع عنها في حياتك، القبيلة اللي بينطبق عليها المثل الشهير الراجل اللي ملوش كرش ما يسواش قرش. وده لأن قبيلة البودي الموجودة في جنوب أثيوبيا عندهم صاحب أكبر بطن هو أكتر رجل بيتم احترامه في القبيلة. وخلينا أحكي لك القصة ببساطة. في قبيلة البودي بيعملوا احتفال مخصوص كل سنة بيكرموا فيه صاحب أكبر بطن، عشان كده كل سنة رجال القبيلة اللي بيشتركوا في المهرجان بيمروا برحلة تسمين شاقة لمدة 6 شهور، عن طريق إنهم بيوقفوا أي نشاط بدني بيعملوه، وبيستهلكوا أكبر كمية ممكنة من السعرات الحرارية عشان يتخنوا بسرعة. وفي الغالب بيعتمدوا على شرب حليب البقر الممزوج بدم البقر الحي وبيحلوه بالعسل، وده عن طريق بيفتحوا جرح صغير في وريد البقرة. وطول ال6 شهور رجال القبيلة مفيش عندهم لا شغل ولا أي حاجة، كل وظيفتهم هي الأكل وبس، لحد ما يجي يوم الاحتفال بالمهرجان. وهنا بيقوم كل الرجال بدهن جسمهم بالرماد والطين، ويعرضوا بطونهم الكبيرة، وبيختاروا صاحب أكبر بطن، والفائز بيطلقوا عليه رجل العام البدين. وصاحب أكبر بطن في القبيلة بيحظى باحترام من جميع أفراد القبيلة مدى الحياة، وكمان بيعتبر الأجمل في نظر نساء القبيلة. ولحد هنا لسه رحلتنا ما انتهتش. سمعتوا قبل كده عن قبيلة النساء الحمر أو قبيلة الهمر؟ دي بتعتبر واحدة من أغرب القبائل اللي بتقع في جنوب غرب أثيوبيا، خاصة في منطقة شرق نهر الأومو. قبيلة الهمر أو قبيلة النساء الحمر تعتبر قبيلة بدائية زي غيرها من القبائل، ولكن اللي بيميز القبيلة دي هي عاداتهم في الجواز. طبعا النساء في العالم كله بتتجمل بالمكياج وبتحب الدلال والرفاهية والرقة، إلى إن كل الحاجات دي بتختفي قدام نساء قبيلة الهمر، عشان كده سموهم بأقوى نساء العالم.
الجمال في القبيلة دي ما بيرتبطش بالشكل أبدا، بيرتبط بالقوة الجسدية والقدرة على تحمل الألم والتحدي، وده بيعرفوه من خلال طقوس غريبة جدا. ولكن قبل ما نتكلم عن الطقوس دي خلينا أقولك إن نساء قبيلة الهمر اتسموا بالنساء الحمر لسبب واحد، وهو إن نساء القبيلة بيدهنوا جسمهم بالطين الأحمر المصنوع من مادة بركانية، وكمان بيدهنوا شعرهم المجدول من نفس المادة، عشان كده اسمهم قبيلة النساء الحمر. ولكن الأغرب إن لما شاب من شباب القبيلة يتجاوز مرحلة الطفولة لمرحلة البلوغ، القبيلة بتبقى عاوزة تتأكد إنه فعلا بلغ، فبيطلبوا منه إنه يجتاز أصعب وأغرب اختبار، وهو إنه يقفز على عدد مش قليل من التيران، بيوصل من 15 ل 20 طور. ولو نجح الشاب في اجتياز الاختبار بيسحب أعواد من الخزران أو الخرزان، وبيضرب بيها البنت اللي بيرغب في الزواج منها ضرب مبرح، ولازم يسبب جرح مدمم للبنت بشكل أو بآخر. ده طقس من الزواج عندهم، حرفيا الجرح ده ممكن يقعد سنين موجود عند البنت، ولكنها بتكون سعيدة بالطقس ده. كمان من طقوس الزواج عندهم إن البنت لازم تتحمل كل الضرب الموجع ده، وكمان بترقص وبتنفخ في مزامير وأبواق كتشجيع منها لنفسها على تحمل الألم وإثبات جدارتها بالزواج. عشان كده اتعرفوا نساء الهمر إنهم أقوى نساء في العالم بسبب قدرتهم على تحمل الألم وبنيان جسمهم القوي. لو كملت معايا لحد هنا قولي إيه أغرب قبيلة بالنسبة لك؟ ولو خيروك تسافر لقبيلة منهم ممكن تختار إيه؟ اكتبلي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان نستمر ويوصلك الحلقات الجاية. سلام.